السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة شهيوات وحلويات رميساء. اليوم غادي نوجد معكم دوازتين اللي كيجي على هذا الشكل ديال الشهده بجوج ديال النكهات، كيجي شيش والمذاق ديالو زوين وكذلك بمقادير جد بسيطه في متناول الجميع، ومقادير اللي كتكون موجوده في البيوت جميعا. نتمنى انكم تجربوا الوصفه ونبداو الطريقه والمقادير في نفس الوقت. هنايا في واحد الكسعه خدمت 3 ديال البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال زيت المائده. كنخلطو مزيان بالخلاط اليدوي حتى كينسجموا تماما. كنزيدو واحد جوج معالق كبار ديال الزنجلان، واحد الكاس صغير ديال مايزينا، وجوج خمارات ديال الحلويات. وكذلك عندي الدقيق اللي غادي نبدا نزيدو تدريجيا شويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه ديالنا. بهذه الطريقه هذه حتى كتجمع لينا العجينه ديالنا. هنايا من بعد ما جمعت لينا العجين غادي نقسموها على جوج. الاولى غادي ندير فيها نكهه ديال الفريز، ديال الفلو ديال الفريز، وغادي نخدمو مزيان. كنخدم هنا غير بالاصابع ديالي، ما ندلكوش العجينه. بالنسبه للثانيه غادي ندير معلقه كبيره اللي تكون عامره مزيان بالكاكاو، وكنخدموه حتى هو مزيان. كنزيدو عليه قطرات من الزيت فقط، وكنبداو نخدمو غير بالاصابع ديالنا كيف كتشوفوا معايا. كيف شفتوا معايا العجينه ديالي بالكاكاو وبالفلو ديال الفريز، غنبدا نشكلها بالمرشم ديال الشهده. كتجي على هذا الشكل هذا، كيجي غزال في المنظر ديالو. بالنسبه لداكشي اللي في يدي البنات راه هو غير الحنه. كيف شفتوا معايا كتجي على هذه الطريقه هذه، كتجي غزاله. كتدخلها الفران حتى كطيب من الاسفل ومن الفوق، ومن بعد كنقدموها بالصحه والراحه. كتجي على هذا الشكل هذا الرائع والراقي، مع الجناب دهنتها بالكونفيتير ونفذتها في الزنجلان. نتمنى ان الوصفه ديالكم تنال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه، وان شاء الله مع فيديو اخر ووصفه جديده.